السلام عليكم يا جماعة، معاكم أخوكم عماد بعد فترة طويلة تقترب من عام. معلش أنا كنت بعيد جدا عن اليوتيوب، بمعنى صح أنا كنت بعيد حتى عن السوشيال ميديا وسائل الاتصال الاجتماعي كلها، لأني كنت مشغول بترتيب أوراقي، مش كمجرد إن أنا زهقت من اليوتيوب. لا لا، أنا اليوتيوب ده أنا بعتبره هواية مش وسيلة دخل. أنا مش منه فلوس، كلكم عارفين كده. تمام، بس أنا بعتبرها هواية أو التعبير عن النفس واكتساب أصدقاء. أولا أحب أشكر كل الناس اللي سألت عليا، يا رب يكونوا بخير. أنا أشكركم جزيلا جدا وسعيد جدا أنت لسه فاكراني. أنا كويس قوي إن في ناس فاكراني بعد سنة، وده بحد ذاته إنجاز أهم من أي حاجة عملتها في حياتي. في ناس تفتكرني، ده شيء كويس جدا. تمام، أنا أشكركم بشدة وأنحني إليكم. أوكي، وأرجو يا جماعة بس ما تزعلوش مني، هي العملية بس مش عدم تقدير مين بيسأل عليا. هي المسألة كلها عملية نفسية بحتة وإعادة ترتيب أوراق. اللي قاعد في أمريكا يا جماعة غلبان فعلا، يعني قاعد في أمريكا بيحسب كل حاجة وبيعمل ترتيب أوراقه بكل حاجة للحياة ذاتها، مش عشان أي حاجة تانية، للحياة عشان يعرف يعيش. تمام، بالتالي موضوع الحياة في أمريكا دي صعبة شوية وتتطلب إرادة قوية وإعادة تنظيم مستمر وترتيب أوراق مستمر. ما علينا، يعني دلوقتي الوضع أصبح في أمريكا، وأنت عارفين أنا بحب أتكلم على حاجات كتير. من ضمن الحاجات اللي أنا ناوي أتكلم عليها الوضع في أمريكا حاليا. الوضع في أمريكا حاليا دلوقتي أنا لا أنكر إن هو أصبح صعب جدا للمهاجرين أو الناس اللي عايزة تيجي أمريكا دلوقتي. أوكي، صعب جدا لسياسات معينة، وهذه السياسات مش هتكلم عليها بالتفصيل لأنها أنا في رأيي الشخصي سياسات آه، آه، مؤقتة. لأن الدستور الأمريكي فيه نقطة غير الموجودة عندنا في مصر. الدستور في مصر لمدى الحياة، يعني معنى صح إيه؟ لو عندك رئيس مدى الحياة، وزير ممكن يكون برضه مدى الحياة. تمام، محافظ ممكن يكون برضه مدى الحياة، ممكن بتحصل. أوكي، بس في أمريكا دي استحالة. بالتالي المواضيع اللي بتحصل دي لا تقلقني إطلاقا. أوكي، اللي قلقني بس سعر البنزين اللي غالي قوي، لأن دلوقتي مع متطلبات الحياة كله بيشوف أشغال زيادة. يعني أنت شغال شغلة صح؟ أكيد هتجيب حاجة تانية تشغلها بجانب شغلك. دي بتعتمد على إيه؟ على البنزين. شفت البنزين إزاي مربوط بالشغل؟ تمام؟ بالتالي البنزين وصل 4 دولار اللتر، سوري الجالون. والجالون فيه قد إيه؟ 3.25 لتر. تمام، لما يوصل 4 دولار، وهو كان زمان من قيمة 6 شهور أو 7 شهور كان ب2 دولار و70 سنت. ده قفزة كبيرة جدا. اوعى تكون فاكر المبلغ ده هايف، يعني المبلغ ده مش هايف يا جماعة. يعني $1.70 زيادة. ووصل مرة البنزين السعر أنا فاكر يقترب من 5 دولار، يعني 4 دولار و70 سنت حاجة كده. تمام، احسب $1.70 دلوقتي حاليا بتحط بنزين، قول مثلا تحط انت 4 أو 5 جالون كل يوم، يعني يبقى $1.70، 5 في 7 35، 8 دولار و30 سنت. اضربهم في 30، ماشي، 150 دولار وشوية. تمام، يعني تقترب من 160 دولار في الشهر تقريبا يعني. اوكي، احسبوها انتوا على الآلة الحاسبة. اوكي، تمام. بالتالي الموضوع ده بيترتب عليه انا لو عندي فواتير هتخلص منها، لان انا لو عشان ادفع 150 دولار زيادة في البنزين يبقى لازم دخلي يزيد 150 دولار على الاقل. لازم. شفت بقى المشكلة اللي عندنا؟ هي دي المشكلة. وطبعا دلوقتي التقرير بتاع التضخم نزل في امريكا. التضخم زاد بمقدار 4.7%. يعني ده من 3
و4%، وصل ل4.2%، 4.2%، سوري 4.2%، عشان انا عارفين انا بجيب ارقام دقيقة يعني. اوكي، 4.2% دي يعني بزيادة 0.5 ماشي المية، دي كتيرة. دي هتترتب عليها هروح وال مارت هلاقي العيش غلا، هلاقي العيش الأكل غلا، سعر الخضار غلا، اللحمة غلا. بس ارجع اقول لك انا يهمنيش الاكل. والله يهمنيش الاكل، مش معنى كده مش هاكل، لا، بس انا الاكل ده ولا بيهمني قبل ما غلا وبعد ما غلا. تخيلوا بقى، انا بقولك على سر يعني، احنا يا جماعه مصريين فخرا، احنا مصريين. يعني ايه المصري؟ المصري عنده مش ميزه مش موجوده عند الامريكاني، ان المصري بيكيف نفسه مع الاوضاع، زي انسان الغابه او حيوانات الغابه تتكيف مع الاوضاع. احنا برضو نتكيف مع الاوضاع، يعني سواء بقى يعني بصرف النظر عن ثقافتك او نوعية شغلك، احنا نشترك في شيء واحد، التكيف مع الاوضاع. يعني مثلا انت هتلاقي مثلا اللحمة غلت، هتعمل ايه؟ هتجيب كيس اللحمة، هتقسمها على 3 ايام بالظبط كده. واخد بالك؟ العيش غلا، هتعمل ايه؟ هجيب كيس العيش، هتقضيك مثلا 3 ايام او يومين على الاقل. تمام، ماشي. يبقى انت هتقلل الكمية اللي هتاكلها، وفي نفس الوقت هتكتر في ايه؟ هتكتر في الكمية اللي انت هتاكلها تاني، علشان ما تخسش في الوزن قوي وصحتك ما تبص قوي يعني. اوكي، بالتالي انت هتضطر انك انت تعمل تعديل في النظام الغذائي، مش نظام الطيبات اللي بيقولوا عليه ده. يعني العوضي ده حاجة تانية خالص، في كلام قاله صح وفي كلام كتير قاله غلط. اوكي، بالتالي برضه ايه يعني، ندي الراجل المزايا والعيوب، وهركز على المزايا بتاعته في حوارات تانية. اوكي، ما علينا يا جماعة. بس كده يعني، ان شاء الله كل شيء يتغير، وتفاءلوا خيرا، ودوام الحال من ايه؟ من المحال. واشوفكم تاني على فيديو جديد، واكلمكم بدقة اكتر بمواضيع اكتر. وحشوني جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.